تاجر يهودي تطول على ست مسلمة وكان قاصد انه يظهر عورتها قدام السوق كله، ورد فعل راجل مسلم يقوم حرب كاملة بين المسلمين واليهود، وقريش بتجهز جيش عشان تنتقم من المسلمين. كل ده واكتر في فيديو النهارده. انا سعيد، والنهارده هنتكلم عن غزوة بني قينقاع وغزوة أحد. بس قبل ما نبدا ممكن تروح تجيب لك حاجه تاكلها او حاجه تشربها وتعمل لايك وسبسكرايب كده وتجيلي تاني. في شهر رجب سنه 2 هجريا اتحولت قبله المسلمين من المسجد الاقصى للكعبه، وفي شهر شعبان فرض الصيام على المسلمين لاول مره، وفي رمضان من نفس السنه كانت غزوه بدر. والثلاث احداث دول اللي خلصناهم الجزء اللي فات، وحدث رابع حصل بعدها بشهر ده اللي قلت لك هنبدا بيه حلقه النهارده، وهو جواز الرسول عليه الصلاه والسلام من السيده عائشه. السيده عائشه رضي الله عنها كانت ثالث زوجه للرسول عليه الصلاه والسلام. السيده عائشه بنت سيدنا ابو بكر صديق الرسول الصدوق. المهم الرسول اتجوزها وهي عندها 6 سنين، وفي روايه بتقول 7 سنين، والتفسير جه في كده ان هي كان عندها 6 وكسر، ففي مره قالت 6 ومره قالت 7، ودخل بيها الرسول عليه الصلاه والسلام وهي عندها 9 سنين، ودي ان شاء الله متاكدين منها. الرسول عليه الصلاه والسلام اتجوزها لما شاف ذكائها وفهمها على الرغم من سنها الصغير، وكان عايزها تشيل العلم اللي هو هيقوله، وخصوصا وهي صغيره وهتقدر تحفظ احاديث اكتر. فعلا السيده عائشه هي رابع اكتر راوي لاحاديث الرسول عليه الصلاه والسلام بعد ابو هريره وعبد الله بن عمر وانس بن مالك رضي الله عنهم جميعا. الرسول عليه الصلاه والسلام لما وصل يثرب واستقر فيها وبدا اقامه دوله اسلاميه، كان عامل معاهده مع يهود المدينه، واتفقوا على حقوق وواجبات كل طرف منهم، واتفقوا ان للمسلمين دينهم ولليهود دينهم، لكن لو جه عدو على المدينه الاثنين مكلفين بالدفاع عنها، اصل دي الارض اللي هم عايشين عليها ملهاش علاقه باديان. في يوم من الايام كانت ماشيه ست مسلمه في المدينه معاها بضاعه عايزه تبيعها، فراحت سوق بني قينقاع. فراحت سوق بني قينقاع اللي هم اصلا يهود، ولما راحت باعت بضاعتها وراح لها صائغ يهودي، والا مصر انها تكشف وشها وهي مش راضيه. ما اصل مين حضرتك عشان تكشف وشها قدامك يعني؟ المهم الكائن اللي من اشباه الرجال ده مسك العبايه بتاعتها او اللبس اللي هي لابساه وجاب طرفه عند ظهرها وهي مش واخده بالها، فلما جت تقوم اتكشفت عورتها، فالست صوتت، وجي راجل مسلم وضرب الراجل اليهودي، مش راجل قوي يعني بس هنقول يعني الذكر اليهودي، وهو مش بس ضربه، هو ماشي عشان اليوتيوب بس، وخلص عليه. فاليهود اتكتروا على الراجل المسلم ده وخلصوا عليه برضه. وساعتها جه الامر: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وراح الرسول عليه الصلاة والسلام على رأس جيش من الأنصار والمهاجرين لبني قينقاع وحاصرها، واستمر الحصار ده لمدة 15 يوم. فضلوا بنو قينقاع محتارين في الورطة اللي هم فيها دي بعد ما المسلمين قطعوا عنهم الإمدادات كمان، وربنا رمى في قلوبهم الرعب، ملقوش حل غير الاستسلام. نزلوا على حكم الرسول عليه الصلاة والسلام وإن هم يسيبوا كل حاجة ويمشوا، سايبين بقى فلوسهم وبيوتهم وسلاحهم، ومشيوا من المدينة وراحوا على الشام. والفكرة كمان إن بني قينقاع دول من أشجع يهود المدينة وخرجوا مذلولين، بال إخواتهم ما يخرجوا مذلولين برضه. ما علينا، ما بالك بقى القبائل الأضعف من بني قينقاع دول هيبقوا عاملين إزاي؟ بعد اللي حصل في سنة 2 هجريا واللي طلع معنويات المسلمين للسماء وهي غزوة بدر، نجحوا في اعتراض كذا قافلة لقريش تاني، وده بدوره بهدل تجارة قريش على الآخر، وجرح كرامتهم أكتر ما هي مجروحة من غزوة بدر. أصلا مكانتهم وسط العرب تنزل أكتر ما هي نازلة، طلع عينهم من الآخر يعني، وعشان كده حاولوا ينتقموا. وطلع ابو سفيان عايز يجمع جيش عشان يروح ينتقم من المسلمين، وعايز يرجع شويه هيبتهم اللي اتمرمطت واتمسح بيها رمل الصحراء وسط العرب. واحد من المشركين ساعتها اسمه العباس بن عبد المطلب عم الرسول عليه الصلاة والسلام، بعت للرسول عليه الصلاة والسلام وقال له إن في حوالي 3000 مقاتل جايين يحاربوه، وعرفوا إمكانيات الجيش اللي جاية من عدة وعتاد، وتقريبا كده كان بيحذر. الرسول بعت الحباب بن المنذر، أصل دي حرب برضه ممكن يكون بيخدعه، راح الحباب بن المنذر عشان يتأكد من صحة المعلومات دي، ولما رجع أكد للرسول عليه الصلاة والسلام صحة المعلومة. بسرعة وكعادة الرسول اجتمع بأصحابه عشان ياخد رأيهم. طيب هياخد رأيهم في إيه؟ هل نخرج ندافع عن المدينة براها ولا نستناهم لحد ما يجوا المدينة وندافع عنها واحنا جوه؟ في شوية كانوا شايفين إن الأزقة اللي جوه المدينة هتساعدهم في التفوق على الجيش اللي ساعتها هيضطر يخش بالطول مش بالعرض، فساعتها عدد الجنود اللي أنت مضطر تواجههم هيبقى أقل بكتير وممكن تكسب فعلا. والرسول عليه الصلاة والسلام كان مع الرأي ده،
لكن كان في مسلمين دخلوا الاسلام بعد غزوه بدر، وبعد ما سمعوا عن فضل الجهاد والاستشهاد في سبيل الله بقى نفسهم ان هم يطلعوا يحاربوا، وقالوا للرسول: يا رسول الله، كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله، فقد ساقه الينا وقرب المسير، اخرج بنا الى اعدائنا لا يرون أن جبنا عن لقائهم. وبعد الالحاح ده الرسول عليه الصلاه والسلام دخل يلبس عده الحرب. بعد لحظات كده حس المسلمين ان هم اكرهوا الرسول عليه الصلاه والسلام على رايه، وبداوا يلوموا في بعض ان انتوا اللي اكرهتوا الرسول عليه الصلاه والسلام، وحسوا بالاحراج كده. وعشان كده بعتوا سيدنا حمزه بن عبد المطلب عشان يعتذر للرسول. سيدنا حمزه قال للرسول عليه الصلاه والسلام: يا نبي الله، ان القوم قد تلاموا وقالوا امرنا لامرك تبع. لكن الرسول عليه الصلاه والسلام شاف انه لازم يكون حازم في قراره، وقال لهم: انه ما كان لنبي اذا لبس لأمته ان يضعها حتى يحكم الله. في ليله يوم من ايام الجمعه استعد المسلمين للخروج. ساب الرسول عليه الصلاه والسلام ناس مهمتهم حمايه المدينه. طلع جيش المسلمين يتحرك ناحيه ارض المعركه، وخدوا طريق مختصر لحد ما عدوا بارض راجل منافق. الراجل المنافق ده كان اعمى، فلما حس بيهم بدا يرمي عليهم تراب، ومسك شويه تراب في ايده كده وقال: والله لو اعلم اني لا اصيب بها غيرك يا محمد لضربت بها وجهك. المسلمين اتعصبوا كده زي وزيك كده وجريوا ينحتوا عشان يقتلوه، لكن الرسول عليه الصلاه والسلام منعهم، قال لهم: لا تقتلوه فهذا اعمى القلب اعمى البصر. كمل الجيش مسيرته ووصل عند ارض اسمها الشوط، وعبد الله بن ابي بن سلول عمل حركه مكر كده وسحب تقريبا تلت الجيش معاه ورجعوا. وكان مبرره وهو بينسحب بتلت الجيش انه ما كانش موافق على الخروج من الاول، وقال لهم وقاصد الرسول عليه الصلاه والسلام: اطاع الولدان ومن لا راي له أطاعهم وعصاني على ما نقتل أنفسنا. وحاول عبد الله بن حرام رضي الله عنه إن هو يفوق المسلمين اللي معاه دول، وقال لهم: يا قوم أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر عدوهم. نزلت آيتين في سورة آل عمران بيتكلموا عن الحدث ده. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. في يوم السبت وصل جيش المسلمين لجبل أحد، عسكروا هناك. اختاروا الرسول عليه الصلاة والسلام كأرض للمعركة، وقسم الجيش 3 كتائب: كتيبة المهاجرين بقيادة مصعب بن عمير، وكتيبة الأوس تحت قيادة أسيد بن حضير، وكتيبة الخزرج تحت قيادة حباب بن المنذر. رفض ساعتها الرسول عليه الصلاة والسلام خروج 14 مسلم من المسلمين الصغيرين إلا 2: رافع بن خديج رضي الله عنه وده كان رامي محترف، وسمرة ابن جندب وده كان قوي جسديا، فعشان كده خدوا الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد كده راح الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة واختار منهم 50 رامي تحت قيادة عبد الله بن جبير، وقفهم على جبل عينين قدام جبل أحد، قال لهم: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، وانضحوا عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا، إنا لن نزال غالبين ما ثبتم مكانكم. بيقول لهم لو الطيور بدأت تاكل في أجسامنا واحنا ميتين ما تنزلوش من مكانكم، ولو حتى شفتونا احنا اللي كسبانين برضو ما تنزلوش من مكانكم، احنا هنفضل كسبانين طول ما انتوا قاعدين. بعدها راح الرسول عليه الصلاة والسلام لصفوف الجيش وبدأ يساويه، وخلى أقوى المقاتلين قدام. كان جيش المشركين عدده 3000 مقاتل، منهم 200 فارس، كانوا واخدين معاهم الستات والعبيد عشان يستميتوا في الدفاع عن أعراضهم، وكان من ضمن الستات دول هند بنت عتبة. قلت لك عليها الجزء اللي فات، قلت لك افتكرها كويس عشان دي واحدة مات أبوها واخوها وعمها في معركة واحدة. وكان خالد بن الوليد قائد ميمنة الجيش، وعكرمة بن أبي جهل قائد الميسرة. وصل الجيشين لأرض المعركة، وأبو سفيان حاول يعمل شرخ كده في صفوف المسلمين، وقال للأنصار: خلوا بيننا وبين ابن عمنا فننصرف عنكم ولا حاجة لنا بقتالكم. ردوا عليه ساعتها رد ما عجبوش خالص. المصادر ما قالتش ايه الرد ده، بس قالوا ان هو ما اتبسطش بالرد خالص. وبدأت المعارك الفردية، معركة بين سيدنا علي بن ابي طالب وطلحة بن عثمان، وده كان حامل لواء المشركين، وطبعا اللي انتصر علي بن ابي طالب. وبدأ الالتحام. وخد الرسول عليه الصلاة والسلام سيفه وقال: من يأخذ هذا السيف؟
فالناس كلها بسطت ايديها كده، اللي هو كلنا عايزين ناخد السيف بتاع الرسول عليه الصلاه والسلام. الرسول قال من ياخذه بحقه، فالناس لموا ايديهم كده ما عدا ابو دجانه، قال انا اخذه يا رسول الله بحقه. فما حقه؟ فقال الرسول عليه الصلاه والسلام الا تقتل به مسلما ولا تفر به عن كافر. خد ابو دجانه السيف وربط على عينيه عصابه حمراء، يعني غطى عينيه بقماشه حمراء يعني. وبدا يمشي كده بين صفوف المسلمين متمختر. الرسول عليه الصلاه والسلام بص عليه كده وقال انها مشيه يبغضها الله ورسوله الا في هذا الموضع. ابو دجانه فعلا كان قد السيف ده، فضل يحارب بيه لحد ما اتنى في ايده، ومظاهر النصر بدات تبان بين صفوف المسلمين. وعشان كده الرومان ما سمعوش الكلام وشافوا ان احنا بنكسب خلاص، يعني كلها مساله وقت، ونزلوا من على الجبل. الشيطان قدر يحرك فيهم غريزه الطمع وخلاهم عايزين ينزلوا يلموا الغنايم، وقالوا الغنيمه ايها القوم، الغنيمه، ظهر اصحابكم فما تنتظرون. قائدهم عبد الله بن جبير حاول يوقفهم وقال لهم انسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ محدش اهتم تقريبا باللي هو قاله، وقالوا له والله لناتين الناس فلنصيبن من الغنيمه. مين بقى خد باله ان الرومان نزلوا من على الجبل؟ عليك نور، خالد بن الوليد. وبدأ المشركين يدوروا على الرسول عليه الصلاة والسلام عشان يقتلوه، ده كان هدفهم الأول والأهم. الصحابة استماتوا في الدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان أبرزهم أبو طلحة اللي كان واقف جنب الرسول وكان محترف رمي السهام، لدرجة إنه كسر 3 أقواس وهو بيرمي السهام. وكان كل ما حد يعدي بسهام الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له انثرها لأبي طلحة. في صحابية اسمها نسيبة بنت كعب تلثمت ودافعت عن الرسول عليه الصلاة والسلام لحد ما اتكشفوا وشها، واللي كان بيبارزها ما رضيش يكمل المبارزة دي بعد ما اتكشف وشها وعرف إن هي واحدة ست. ولا أبو دجانة مثلا اللي ظهره اتملى سهام لحد ما بقى شبه القنفذ. ولا انس بن النضر اللي اخته ما قدرتش تتعرف عليه بسبب كم الضربات اللي كان واخدها، ما بين بقى ضربه سيف وطعنه رمح ورميه سهم، وفي الاخر قدرت تتعرف عليه بعلامه في ابهامه. ونزلت فيهم ايه في سوره الاحزاب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. في وسط الحرب الشرسة دي كان في واحد اسمه وحشي غلام جبير ابن المطعم، بص على سيدنا حمزة كده وكأنه زي الجمل الأورق، وراح واحد لسيدنا حمزة اسمه سباع فقال له حمزة هلم يا ابن مقطعة البذور، وضربه ضربة قتلوا فيها. ووحشي قاعد متابع كل ده وراح هازت حربته ورماها على حمزه، وجت في المنطقه اللي تحت السره وطلعت ما بين رجلين سيدنا حمزه. وسيدنا حمزه بص ناحيه وحشي، ومن هيبه سيدنا حمزه حتى وهو بيموت وحشي بيقول لك انا رجعت لورا وخفت اقرب منه، وسابه لحد ما مات خالص. وبعد كده راح خد حربته وراح قعد في الخيام بتاعه، لان هو كان شايف ان هو رايح الحرب دي علشان الهدف ده اللي هيجيب له حريته في الاخر. ستات المشركين وعلى راسهم هند بنت عتبه كانوا ماشيين يمثلوا بجثث المسلمين، فيقطعوا ودن فلان ومناخير فلان لحد ما وصلت لسيدنا حمزه، شقت بطنه ومثلت بجثته. لكن قصه ان هي اكلت من الكبد دي مش مؤكد. في مصادر بتقول ان هي ما مثلتش بجثه سيدنا حمزه اصلا، وفي مصادر بتقول ان هي شقت بطنه وطلعت الكبد وما كلتش منه. لكن المؤكد في كل الاحداث دي ان هي ما كلتش من الكبد، وما تقدرش تشتمها لان هي اسلمت وبقت صحابيه بعد كده. وقالت قدام المسلمين نحن جزيناكم بيوم بدر والحرب بعد الحرب ذات سعري، ما كان عن عتبة لي من صبري ولا أخي وعمه وبكري، شفيت نفسي وقضيت نذري، شفيت وحشي غليل صدري، فشكر وحشي علي عمري حتى ترم عظمي في قبري. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقاتل وبشراسة، عشان ما حدش يفتكر ان هو كان قاعد والصحابة بيدافعوا عنه، لا كان بيقاتل ان هو اهم مطلوب في المسلمين كلهم. متخيل بقى قاتل محمد ده مكانته هتبقى عاملة ازاي عند قريش بعد الحرب دي؟ فالمشركين كلهم تقريبا عايزين يقتلوه، لدرجة ان هم قدروا يكسروا له مناخيره وسنته ودخلوا حلقات من اللي كانت موجودة في الخوذة في وشه. وقع في حفرة من الحفر اللي كان عاملها ابو عامر عشان يقع فيها المسلمين، وخد بايده علي بن ابي طالب وابو طلحة لحد ما طلعوه من الحفرة. ومالك بن سنان وابو سعيد الخدري بدأوا يمصوا الدم عن
وش الرسول عليه الصلاه والسلام وبلعوه بسرعه. فقال الرسول عليه الصلاه والسلام: من مس دمي دمه لم تصبه النار. وجي عبيده بن الجراح وبدا يشيل الحلقات اللي دخلت في وش الرسول عليه الصلاه والسلام بسنانه. فلما شال اول حلقه اتكسرت واحده من ثنيتيه، ولما شال الثانيه اتكسرت ثنيته الثانيه. واحد من جيش المسلمين اسمه مصعب بن عمير رضي الله عنه، كان ده حامل لواء المسلمين وكان شبه الرسول جدا. فجاله واحد من المشركين اسمه ابن قمئة وقطع ايده. سيدنا مصعب مسك اللواء بايده الشمال، فراح قاطع ايده الشمال، حط اللواء بين عضديه وقفل عليه عشان يمسكه تقريبا بكتافه، فطعنه ابن قمئة في صدره ومات. وعشان كان سيدنا مصعب بن عمير شبه الرسول عليه الصلاه والسلام جدا، فابن قمئة افتكر ان هو قتل الرسول عليه الصلاه والسلام، وبدا يرفع صوته ويقول: قد قتلت محمدا، قد قتلت محمد. وخبر زي ده لما ينتشر بين المسلمين هيوقع معنوياتهم في الارض اكتر ما هيوقع، وخصوصا كمان بعد انتشار خبر وفاة حمزة، لدرجة ان في ناس من المسلمين وقفوا قتال واستسلموا، لكن في منهم كملوا قتال وبقوا بيجروا ورا المشركين. ومن ضمن الناس دي كان كعب بن مالك، وهو بيجري ورا واحد من المشركين عشان يقتله شاف الرسول عليه الصلاة والسلام، راح معلي صوته وقال: يا معشر المسلمين ابشروا فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام سكته بسرعة عشان المشركين ما يعرفوش ان هو لسه عايش، لكن الخبر وصل للمسلمين ومعنوياتهم بدأت تترفع تاني. والرسول عليه الصلاة والسلام ما لقاش فايدة من الحرب وسط الحصار، وان الهزيمة محتومة طول ما احنا تحت ولازم نطلع فوق. الحمد لله قدروا يطلعوا فوق الجبل وينجوا منهم شويه. ولما طلعوا فوق الجبل ابو سفيان جه وقال: افيكم محمد؟ فالرسول عليه الصلاه والسلام قال: لا تجيبوه. وابو سفيان يسال تاني: افيكم محمد؟ والرسول عليه الصلاه والسلام يقول لهم نفس الحاجه. وسال ثالث: افيكم محمد؟ والمسلمين على نفس الوضع. وبعد كده سال عن ابو قحافه، وثلاث مرات عن عمر بن الخطاب، والمسلمين بنفس رد الفعل محدش بيرد عليه. فقال لهم: ان هؤلاء قتلوا فلو كانوا احياء لاجاب. سيدنا عمر ما قدرش يستحمل ان ابو سفيان مفكرهم اتقتلوا بجد، فرد عليه وقال له: كذبت يا عدو الله، ها هو ده الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر وانا احياء ولك منا يوم سوء. فرد ابو سفيان وقال له: يوم بيوم بدر والحرب سجال ولتجدون مثله، اللي هو التمثيل بجثث الموتى يعني، لم امر بها ولم تسؤني، مش انا اللي امرت بيها بس ما ضايقتنيش، اعلو هبل. فالرسول عليه الصلاه والسلام قال لاصحابه: اجيبوه. قالوا: يا رسول الله وما نقول؟ قال لهم: قولوا الله اعلى واجل. فقال لهم ابو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فالرسول عليه الصلاه والسلام قال لهم: اجيبوه. قالوا: وما نقول؟ لهم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وفي روايه ثانيه: الله مولانا والكافرون لا مولى له. وفي روايه بتقول ان سيدنا عمر قال لهم: لا سواء، قتلانا في الجنه وقتلاكم في النار. وخلصت غزوه احد بموت 70 واحد من المسلمين. ولولا وقتي ووقتكم كنا كملنا في التفاصيل. انزل في كومنت دلوقتي قول لي انت عايز جزء تاني من الجزء الخامس نتكلم عن غزوه احد بتفاصيل اكتر، ولا نكمل زي ما احنا. انزل دلوقتي، الجزء الجاي معتمد عليك براحتك. وانت نازل ما تنساش تعبر لي عن مدى اعجابك او عدم اعجابك بالفيديو ده من الزر اللي تحت، واعمل شير لحد ممكن يهتم بنفس الموضوع، واعمل سبسكرايب لو عايز تشوف فيديوهات اكتر من دي. لو انت مش قادر تستنى الفيديو اللي جاي ممكن تاخد لك لفه في القناه، واللي في كومنت من وجهه نظرك ازاي ممكن نطور المحتوى اللي بنقدمه هنا عشان نقدم حاجه تليق بيك. سلام. احنا عندنا 10 فيديوهات صورنا منهم واحد، فاضل 9 وفي 3 تحت التحضير. انا محتاج اغير اغير وجهي. مسا رجاله شغاله. طيب. حاليا 9 فيديوهات جاهزه، هم كانوا 10، في واحد لسه متصور فبقوا 9. انا عايز اصورهم كلهم دلوقتي. سالنا على اليوتيوب صحيح على الكوميونتي، ممكن تبقى يعني اعمل سبسكرايب عشان تتابع معانا كده وتختار الفيديوهات اللي جايه. واتفقوا على حقوق وواجبات كل طرف منهم. انا عايز اجيب بتاع كده معلش. وعشان كده بعتوا سيدنا حمزه بن عبد المطلب. انت خلقتني بقى. عشان كده بعتوا سيدنا حمزه بن عبد المطلب عشان يعتذر للرسول. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لمخه في الكلام. انا عايز فول بوط. محدش فيهم ياكل معايا. محدش هياكل معايا. وردوا عليه رد ما عجبهوش، بس يعني ما عرفنا ما ينفعش نقول هو ايه مثلا. يعني المصادر ما قالتش ايه الرد ده، بس قالوا ان هو ما اتبسطش بالرد خالص يعني. الله اعلم قالوا له ايه. وكان محترف رمي سهام. سهامه بتترمي. طب يا ستوب ايه يا كابتن بكر؟ اتفضل يا بيه. طب ما تطلع.